هقول لك حاجه دلوقتي شائكه جدا وبتحصل في المجتمع كتير قوي. تلاقي استاذ علاء معجب كده باحدى النيرفتات الموجوده في الدنيا بس مش راضي يتقدم لها. راجل معجب ومنجذب وشايفها طول الوقت قدامه بس مش راضي يتقدم لها، ولا بيتقدم لها ولا بيعمل اي حاجه تدل ان هو معجب بيها. ممكن اصلا كمان يكونوا زمايل بس ما بيفتحهاش في اي حاجه خالص. وهوب ميرفت تتخطب وهوب استاذ علاء يتصدم كانها حاجه غير متوقعه بالمره. نشتغل بقى في خزان الاحزان ويبدا يشغل اغاني حزينه في الخلفيه. او ميرفت مثلا تبقى عايزه تتجوز جدا او مش موافقه خالص ان هي تقابل اي عريس بيتقدم لها، وتفضل برضو شايله هم طيب انا هتجوز ازاي؟ طب انا هقابل زوجي المستقبلي امتى وفين وازاي برضو؟ او مصيبه المصايب بقى ان واحد زي علاء ده يكون جان زياده عن اللزوم وحد مفهمه ان هو عريس لقطه وما ينفعش يترفض، فاول ما يروح يتقدم لبنته ويترفض اللي تتشال ما تتحط، الدنيا تقوم ما تقعدش، لان هو في السب كونشس عنده هو عريس لقطه وما ينفعش يترفض وما فيش اصلا واحده تجرؤ ان هي ترفضه. لو مسكنا اول موقفين فانا في حاجه بتتردد في دماغي جدا في الوقت اللي زي ده، لما واحد يبقى عايز يتقدم لواحده وخايف او واحده عايزه تتجوز ومش راضيه تقابل اي عريس، ان انا هقول جمله واحده بس: طيب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ انت خسران كل حاجه. بس ستوب، على فكره انت مش خسران كل حاجه ولا حاجه. في الحاله اللي زي دي لو انت قررت تتقدم للبنت او انت قررتي تقعدي مع الشخص اللي متقدم لك، انت مش خسرانه، انك من الاخر قطعتي الشك باليقين. ومن الاخر برضو احنا ما بنخسرش حاجه ما كسبناهاش اصلا. فاصلا انت البنت اللي انت معجب بيها دي وقدامك طول الوقت انت اساسا مش كسبانها علشان تخسرها، انت لسه هتجرب اذا كنت فعلا هتصفر بيها ولا لا. ونفس الكلام للبنات لما بتقرري تقعدي مع واحد متقدم لك او لا. ففي الحالتين دول كأنت كراجل المبادر المفروض كل اللي بتعمله انك بتستخير وتاخد بالاسباب، وانت كبنت برضو بتستخيري وتاخدي بالاسباب انك تشوفي الشخص اللي متقدم لك لو متوفر فيه بعض السمات اللي ممكن تعجبك شوفيه، مش هتخسري اي حاجه. الفكره هنا في القصتين الاولانيين دول، اولانيين دي كلمه عاديه ماشي، الفكره هنا في القصتين الاولانيين دول ان الاثنين المتحكم الاساسي فيهم الخوف، ومش اي خوف، الخوف من الرفض. انا عارفه ان المشاعر المصحوبه بالرفض صعبه جدا جدا، بس هي سنز الحياه، كلنا بلا استثناء معرضين ان احنا نترفض. ممكن تترفض من شغل، ممكن تترفض من جوازه، ممكن تترفض من اي حاجه. الفكره ان انت بتضخم الموضوع جدا عشان انت ما بتبقاش فاصل ما بين حقيقه الرفض وما بين حقيقتك انت شخصيا. بتبقى حاسس ان الرفض ده خبط في قيمتك الشخصيه او خبط في كونك مش كويس كفايه او ان العيب فيك او ان العيب فيكي، ولكن احنا ما بناخدش في عين الاعتبار ان فكره الرفض هنا ملهاش اي علاقه بيك. ممكن وارد يكون ليها علاقه بيك وده برضو ما يعيبكش، لان الجواز هنا مبني على التوافق، مبني على القبول. اصل مين هنا بيتحكم في قبوله للشخص اللي قدام؟ لو البنت اللي انت اتقدمت لها دي قالت لك لا، ده مش معناه انك شخص سيء، بس ده معناه انك مش مناسب ليها او هي مش مناسبه ليك. احنا دايما بنبص لنقطه واحده بس، ما بنعتبرش ان فكره الرفض ده ممكن يبقى خير لينا احنا شخصيا. فهنا انت بتبقى محتاج تفصل ما بين حقيقه الرفض وحقيقه مشاعرك. المشاعر القويه اللي بتبقى في الوقت ده بتدخل كل الحاجات دي في بعض، بتدخل المنطق مع احساسك مع فكره انك غضبان جدا عشان انت ما خدتش الحاجه اللي انت كنت عايزها، او ان حد اصلا رفضك. وده برضو ممكن يخبط عند بعض الناس في الايجو بتاعهم، ان في ناس جدا بتعتبر انه لا انا ما اترفضتش، ده ما فيش زيي. وطبعا دي ممكن تبقى مشاكل جايه من التربيه، او ممكن يبقى الشخص نفسه عنده نظرته لنفسه مش افضل حاجه، فبيعتبر انه انا لو اترفضت يبقى دي كارثه سودة، فانا مش المفروض اترفض، ومش طبيعي ان اي حد يقدر يرفض. غير كده القصه الاخيره، الشخص اللي فاكر نفسه جان ومش المفروض اي حد يرفضه، للاسف هو لو ما قدرش يبقى واعي بالنقطه دي كويس جدا وما قدرش يعالجها، للاسف هتحوله لأسوأ شخص مؤذي. وكلنا عارفين مصيره ممكن يبقى ايه، زي ما بنسمع كتير جدا عن الشباب اللي ممكن تأذي بنات لمجرد ان هي قالت لا مش عايزه ترتبط بيه او ان هي رفضته اصلا. فلذلك محتاجين نعيد تعريف الرفض جوه دماغنا في الاساس، علشان ما نفضلش طول الوقت خايفين منه او نشخصنها مع الناس اللي ممكن ترفضنا لمجرد ان احنا حاسين احساس مش كويس. والسؤال هنا بقى، لو انت من الشخصيات اللي بتخاف من الرفض تتعامل مع ده ازاي؟ ولو عايزين تعرفوا اكتر عن العلاقات ما تنسوش تعملوا فولو، وافتكر ان انا هنا عشان بنوركم بس.